اهلا. فكره فيديو النهارده كنت عايزه اعملها بقالي كتير قوي وعجباني قوي الفكره. انا مش هتناقش في حاجه واحده بس، عملت سكرين شوت لحاجات كتيره قوي. وانا بقلب في التيك توك بلاقيها اللي هي بتبقى زي الاقتباسات او الكوتس. خلي بالكوا اسمها كوتس مش كوتس، اللي هي QUOTS. فعايزه اتناقش فيها. عارفين الكلمات كده او الجمل اللي تسمعها عن هيتس ديب، او اللي هو تحسك بحاجه او تقول اف الله، او اللي هو انا بريت بالموقف ده. انا عملت سكرين شوتس بالحاجات دي علشان لما بقراها بحس ان انا مش لوحدي، فحبيت اعمل كده برضو معاكم علشان بحس قد ايه الاحساس ده بيبقى جميل قوي. اوكي، اول جمله لهاروكي موراكامي بيقول أخطاؤك القديمة لا تخصك، هي تخص نسخة قديمة لك. نسختك الحالية واعية أكثر وناضجة أكثر وجميلة أكثر، لا تعكر صفوها باشترار الماضي وهفوات الماضي. يعني الجملة دي للناس اللي بتفضل تفتكر من فترة للتانية، يا أنا ازاي اتصرفت في الموقف ده بالطريقة دي، ازاي أنا قلت لفلان كذا، ازاي لساني وقع وقلت كذا. الناس اللي بتحسب نفسها الحاجات خلصت. فلما هنا قال ايه بقى، هنا السيكريت او الكي اللي هو قاله، المفتاح اللي يخليني ارتاح واحدة، اللي هو اخطاؤك القديمة لا تخصك، تخص الفيرجن بتاعتك القديمة او نسختك القديمة. انا مش النسخة القديمة دي دلوقتي، فخلاص مش انا، اتبريت منها. اللي بعده شفتوا تحفة ازاي؟ ده اللي بقى اللي انا بتكلم فيه. اللي بعده if you went back and fixed all the mistakes you've ever made, you would erase yourself. تاني, if you went back and fixed all the mistakes you've ever made, you would erase yourself. What does this mean? It means لو انت رجعت بالزمن ومسحت كل أخطائك انت هتمسح نفسك، لأن أخطائك هي انت أو الشخص اللي انت بقيت عليه دلوقتي. خلينا نقول هتمحي جزء كبير قوي منك، مش هتمحيك على بعضك، يعني هو ميتافور. فما تزعلش على الأخطاء اللي انت عملتها، ودي حاجة تانية من الحاجات اللي تريح بالك، صح؟ اللي بعده إن خسرت شيئا لم تتوقع خسارته، سترزق شيئا لم تتوقع يوما أن تملكه. الجملة دي بتريحني ازاي؟ اللي هو لما افتكر اي حاجة كان نفسي تكمل معايا، انا هاخد احسن منها 100 مرة، ما عليا الا بالصبر. دي برضو خطيرة. شخصا مثلي لا يموت من الخيانات ولا من الخوف ولا يقتلني الحب ولا الخسائر. أنا قد أموت بسببي فقط، بسببي وليس بسبب أي شيء آخر. تحفة، مش محتاجة أن أنا أشرحها. أنا بحب الطريقة دي في عرض الصور. نفسي أصور الكوفي كده في يوم من الأيام، بس أنا بعملها كشري مش بوش. دي برضو تحفة. ستتحسن نفسيتك إذا أدركت أنه لا يجب أن يكون لكل شيء رد فعل، ولا كل رأي يستحق الانفعال، ولا لكل حدث يستحق التضخيم، ولا كل كلمة تستحق الرد عليها. اصمت وتبصر، فليس بمقدورك تغيير الدنيا حولك، لكن بمقدورك التقليل من الأشياء التي تعكر صفوك وتعكرك عبر التجاهل وتمرير الأيام بهدوء. هنا بقى للناس اللي بتحب تأفور، أو الناس اللي هي تقول ايه ده، لا انا ازاي خليت الموضوع ده يعدي، لا انا المفروض كنت خدت رد فعل اهم من كده، لا انا كنت المفروض اعمل كذا كذا كذا. طب افرض انت خدت اصلا الطريقه الصح او عملت اللي المفروض يتعمل، ففعلا لو انت فكرت بيها في الطريقه دي نفسيتك هتتحسن ولا لا؟ تحس اللي هو طب ليه انت المفروض تعمل كده، طب ليه ما يكونش ان انت اللي انت عملته اصلا ده صح. دي برضو حاجه خطيره، ودي برضو حاجه مهمه قوي قوي، وانا مؤمنه بيها من قبل ما اقرا الكوت دي او الاقتباس ده. اعتقد لاني قريتها من زمان في حديث شريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كثرة الفراغ تسهل على الانسان الحرام، من الاخر، والاكتئاب، وتجعله ضحية للشتات والأفكار الإلحادية، وتجعله ضحية للشتات والأفكار الإلحادية وتكبير المواضيع أو الأوفر ثينكينج والإدمان،
أحد المحتويات الضارة وتجعل الإنسان عرضة للضياع في نفسه. أعرف إنك فاضي، بدأت تحيد عن الطريق الصح، أو اللي هو يجيلك أفكار ما كنتش متخيل إنك تفكر فيها، أو تحب حاجات ما كنتش متوقع إنك تحبها. أنت فاضي. ما هو بالعكس، الشيطان هيخش لك منين؟ هيخش لك لما أنت تبقى فاضي، لأن هيبقى سهل على دماغك موت إن هو يسيطر عليها. حاجة تانية برضو، الناس بتوع اليوجا، اولا دي تبع الطقوس الهندوسيه. انا مش فاهمه يعني ابسط حاجه مش عندهم المعلومه دي ليه. يعني فعلا هم واخدين من الطقوس الدينيه لديانه اخرى، واخدينها هنا بيعملوا بيها بيزنس. هم واخدينها يعملوا بيها بيزنس. اليوجا دي انا مش عارفه اوصفها قوي، بس لو حد بيتمرن يوجا اسالوه يوجا يعني ايه. كلمه يوجا لوحدها بجد اسالوه يعني ايه لو هو يعرف. وكمان هو بيقولك فضي ذهنك خالص، مش عايزك تفكر في حاجة علشان تبدأ الشياطين تسيطر على دماغك بطريقة أسهل. واللي عايز يعاركني يعاركني بجد، اللي عايز يعاركني يعاركني. اليوجا دي مش مكتوبة في الدين لو هي فعلا بتفيد الإنسان. انت بتتاخد بان هو علم بره، وان هو حاجة بترفع من نفسيتك وبتخليك مبسوط، وبتنسى الأساس. اليوجا دي منين؟ طب من الهند. بنشوف الهندوس بيعملوا كده، بيروح على جبال التبت في حته فاضيه خالص، او نيبال، ويهدوا. طب ليه هم بيعملوا كده؟ بيستفادوا ايه؟ يوجا معناها ايه؟ بتنسى الاساس والحاجات البسيطه وتتاخد بالشكل الخارجي. المهم اللي بعده، دي للناس اللي هي بتمر بوقت صعب وزعلانه. ان الله اذا احب عبدا انار بصيرته، ولا تستنار البصيرة إلا بالحزن، فعند الحزن يرى المرء حقيقة كل شيء، حقيقة نفسه وحال قلبه وصحبته وأهله، حقيقة الدنيا على حالها وما صارت إليه روحه. تدرك بصيرته جمال الأشياء التي مرت عليه وتجاوزها على عجل. تتصل روحه بالسماء وتقترب من الله أكثر، فيجعل من كل ذرة حزن في نفس عبده نورا يضيء بصيرته. في برضو واحدة تانية حلوة قوي من الحاجات اللي ليها علاقة بالتجلي، او اللي انت تحس ان انت مش اي حد. You want something so bad because you already have it in the future. يعني لو انت هتموت على حاجة، ولو انا عايز وعايز وعايز، ليه الاحساس ده بيجيلك؟ عشان انت عندك الموضوع ده في المستقبل. ودي برضو ظهرت لي، شعورك بانك بتصير شخص كبير مع عبث كان رسالة عشان أكمل. لا، كانت جايلي واحدة شبهها بس أحلى، اللي هو إحساس إنك بتصير شيء كبير بالمستقبل، هذا ربنا ما أعطاك يا عبث. حاجة كده كانت مكتوبة كده. نيجي للجملة اللي بعدها. This is a very strong one. Distance doesn't separate people. أمال إيه هو اللي separate people؟ Silence does. بصي، هي دي بتمشي لبعض الناس وبعض الناس لا. يعني انا بيني وبين صاحبتي، انا وصاحبتي قريبين قوي من بعض، بيني وبينها اقل من كيلو، بس ما بنتكلمش. ولما بنيجي نتكلم هو مثلا كل فين وفين بنتكلم عادي، مفيش حاجه حصلت. فالكواوت دي بتبقى بين حد وحد، يعني بين ناس معينه علاقتهم مختلفه. يعني ما اظنش انها ممكن تكون علاقه صداقه. ممكن 2 متخانقين، فسايلنس داز، اللي هو يجي في الاخر، او اللي هو يحصل حاجه وتتقابلوا في موقف صدفه سوا مثلا، فاللي هو يبان اللي هو انت ما اتكلمتش او انت ما اتكلمتيش. فهنا الحته دي بتبعد الناس، اللي هو كأن زعلها ما فرقش معايا او زعلي ما فرقش معاها كده. فخلي بالك من السكوت. لو حاسس انك المفروض تتكلم اللي هو ما تشوفش ان انت ضعيف، لا، شوف اللي هو عشان انت عقلك كبير، او عشان انت الراجل، او عشان انت الكبيره، او عشان انت بتحبيها وعايزه تصلحيها، وان انت لما تصلحيها خلاص هي تستاهل. خلي بالك، لما تصلحيها هي تستاهل وتصلحيها، وكل حاجه ترجع زي الاول. او اللي هو مش شرط كل حاجه ترجع زي الاول، بس مفيش داعي ان احنا نبقى متخانقين، لان اللي انت هتصلحيها دي مش شخصيه سيئه. فاهمه ازاي؟ فموضوع الناس اللي ما بتتكلمش، لا هي تتكلم الاول، ده هو ده يتكلم الاول. small minded people. يعني لو الشخص يستاهل انك تكلميه او تكلمها او تكلمه وترجع لها، ليه لا؟ ليه لا؟ هي شخصيه مش وحشه، فخلاص. دي كوت بقى للناس اللي هي بتعاني ولسه بتعاني، بس المعاناه اكيد لسبب، ومش هتروح او مش هيروح زعلك هدر، ده اكيد.
the peace I have right now was worth everything I lost. يعني راحة البال اللي انا فيها دلوقتي تستحق كل الحاجات الوحشة اللي انا مريت فيها. لما تكون زعلان او لو انت زعلان ما تزعلش، ده هيتعوض. فدي من الحاجات اللي بتريح بالي. دي برضو تحفة قوي، هوريكم كل اللي انا عامله له سكرين شوت تحفة. Why be a loser when you have the power to become a winner؟ مفيش داعي ان انا اشرحها، بجد حلوة قوي. اللي هو انت اللي مستقل بنفسك، ما تقوليش فلان وفلانة، انت اللي مستقل بنفسك. ملهاش مخرج، بجد ملهاش مخرج خالص انك تلوم اي حد. You have the power to be a winner. Maybe you don't know the formula. Create a formula for yourself. ارتفاع الوعي يزيد الآلام، وأغلب المصابين بالاكتئاب النفسي من المثقفين. ولا يوجد أي داعي إن أنا أشرح في دي، بجد باينة قوي. دي حاجة برضو حلوة قوي. سيأتي على قلبك فترة أثقل من الجبال، ليس لتكتئب ولكن لتسجد وتقترب. صح. حاجة تانية برضو مهمة. We grow up thinking that Allah will punish us for not praying. But now we realize that not praying is actually the punishment. اللي هو انت لو مش بتصلي ده معناه ان ربنا مش عايز يشوفك، مش عايزك، خلاص مش حاطط في قلبك ان انت يلا قوم صلي. تقولي يا ما ربنا مش حاطط في قلبي. في حاجه اسمها جهاد النفس، في حاجه اسمها انك المفروض تعمل زي انت. هو انت المفروض تروح ثالثه ثانوي صح، بس انت مش حابب. طب انت بتكملها ليه طالما انت مش حابب؟ عشان مجبر. This is really 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 good. Watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny. بالظبط. يعني انا شخصيتي واقعي بيحصل لي بسبب شخصيتي، بسبب الطريقه اللي بفكر بيها، بسبب الطريقه اللي بفكر بيها. هي دي الطريقه اللي مخلياني اسعى في الحياه بالطريقه دي. طريقه كلامي هي اللي مخلياني ده يحبني ده ما يحبنيش، ده ما يستلطفنيش فما اشتغلش هنا اشتغل، هنا اقعد في البيت، هنا ناس تحبني، هنا اتخانق مع الناس، هنا الطريقه اللي بعدي بيها الامور، هنا ما لا انا ما بعديش الامور. فالدنيا بتتساير على حسب انا باخد المواضيع ازاي. وكل ده بينتج من ايه؟ هو بدأ بالافكار. من الرقي أن تكون إنسانا يحرص دائما على التحفظ على حياته الشخصية. ترى دائما أن هناك أمورا ذات قيمة عظيمة في حياتك ليست قابلة بأن تكون كتابا مفتوحا لقادم ومغادر. تدرك جيدا كيف تضع المسافات بشكل متزن. فأنت من تؤمن بقيمة شيء عظيم جدا يسمى الخصوصية. ده رقي. في كوت برضو حلوة قوي. Souls do not meet by accident. الأرواح لا تتقابل مجرد صدفة. أرواح لا تتقابل بمجرد صدفة. يعني الموضوع عميق، مش مجرد بني آدمين، لا أرواح. الانرجي أو الطاقة بتاعتهم شبه بعض، فدي مش بالصدفة. حاجة تانية برضو عشان تحس ان انت فعلا لما تقاوم نفسك او تجاهد نفسك دي حاجة مهمة وكويسة قوي، مش عقاب او حاجة تضايق منها. يعني الانسان ما يبقاش الانسان الا لحظة ما يقاوم شيء بيحبه او يتحمل شيء بيكرهه. اما حل الاستسلام لكل نزوة فهي دي الآلية الحيوانية. السباح بيأكد إرادته لما بيعوم ضد التيار، اما اللي بيستسلم للتيار يوديه مطرح ما يوديه، يبقى كيان ميت. مفيش فرق بينه وبين لوح خشب عايم على المية. الإنسانية مقاومة وعمرها ما تكون استسلام. مسرحية الشيطان يسكن في بيتنا. This is something for my girls. She remembered who she was and the game changed. She remembered who she was and the game changed. عارفين يعني ايه لما تعرفي قيمة نفسك؟ كل اللي حواليكي لا انت بقى تعرف المفروض انت مقدارك قد ايه تعامل بيه، وانتي وانا اشوف نفسي واتعامل نفسي بطريقه معينه. ان شاء الله لو هتعملي جلو اب، ما هو الجلو اب على فكره بيجي من ده، صح ولا لا؟ حاجه تانية هقراها ليكو، ومن اخر حاجه عجبتني for today's video وفي الاخر هسيب لكم دعاء تقرأوه. انا بحب الدعاء ده قوي.
Imagine hurting the girl God sent you to heal you. Enjoy your loss. بس هسيب لكم الدعاء دلوقتي، واتمنى تكونوا انبسطتوا بالكوتس دي، وحاولوا تعملوا كوتس زي كده سكرين شوت حطوها في الموبايل عشان وانتوا بتقلبوا من فتره للتانيه تفتكروا حاجه حلوه، تفتكروا حاجه. اكيد الحاجات اللي انتوا هتعملوها سكرين شوت حاجه بتعبر عنكم او مؤثره فيكم، فحلو حاجه زي كده انك تحس ان انت مش لوحدك، ده في ناس تانية وكاتباها بطريقه اللي هو تدخل قلبك على طول. فاعملوا بجد سكرين شوت للحاجات دي، هتنفعكم قوي. خلي بالكم من نفسكم، لو سعيتوا كويس في الحياه ده مش هيروح هدر، بيتحط هنا وهتعرف قدام ليه ربنا خلاك تمر بالمواقف دي. اوعى تتضايق، انت المفروض يبقى عندك فضول وشغف تعرف انا بمر بده علشان شخصيتي محتاجه ايه، ما هو ربنا عامل لك خلاك تمر بالظروف دي علشان ايه؟ علشان انت نفسك شايفها معرقلات في حياتك، فلا انت محتاج تنشف شويه، فربنا هيعمل فيك ايه؟ يحطك في المواقف دي. في برضو اخر حاجه فيديو شفته على التيك توك، كان ايه على التيك توك، اللي هو بني ادم ماسك القدر بتاعه فقعد يقول ايه ده انا ليه هيحصل لي كده، ايه ده انا ليه هيحصل لي كده، عشان كده كويس، واللي هو تمام كويس قوي ان هو يحصل لي كده. فانت في احسن خطه محطوطه لك عشان تعيش بيها حياتك. لازم بيقسم، روحوا صلوا ما صليتوش، بس كده لازم اقفل الفيديو. باي. هحط لكم الدعاء عشان تقراوه.